يعني أنا عندما تحدثت عن ما يعني السيناريو القادم كنت أستند إلى أسس موضوعية وعلمية أكثر من عواطفي. طبعا عاطفيا أنا مع سوريا، يعني الشعب والقيادة والتطوير وكل شيء، لكن إذا استبعدنا العاطفة وتحدثنا باللغة العلمية الموضوعية المجردة نستطيع عندما أتفائل، وشعرت بالفعل بالتفاؤل من أول بابا عمرو. نعم. لأن بابا عمرو كانوا عاملينها يعني كثغرة في جدار الأمن السوري، فعندما تم إغلاق هذه الثغرة وقالوا، لاحظ حضرتك أنه يومها قالوا انسحاب تكتيكي بين قوسين ما يسمى الجيش السوري الحر. طب انسحبوا تكتيكي من بابا عمرو. أعتقد أنه قطر الآن عندما تتدخل في موريتانيا، وأنا متأكد أنها تدخلت في موريتانيا، ومع احترامي لما تفضل به الأخ المسؤول، لكنه أؤيد رأي الأخ عبد الرحمن ودادي من أنه بالفعل كان هناك خلاف سياسي، لأنه المال القطري بيتدخل بطريقة التسلل مش بطريقة شرعية ولا. نعم. نزل بك هادم اللذات تذكر وأنت تنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات. فتخيل نفسك عبد الله في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وآهاته، فقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، وبدأت الروح تخرج من أعضائك عضوا عضوا، فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبست الشفتان وشخصت العينان ثم بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون الحالة التي أنت عليها أترضاها للموت؟ كل نفس ذائقة الموت. نعم ستموت. دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلاد. دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلاد. وكيف بنا دود المقابر يفعل، إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي، إذا صرت في قبري وحيدا أململ.